السلام عليكم. لو جوزِك نرجسي الفيديو ده ليكِ، تمام؟ إحنا هنا عندنا مبدأ هيتوقف الحل على قدرتك على حل المشكلة. الكلام سهل، أنا هنا بادّي النصيحة والطريقة للحل، لكن الفعل صعب، الفعل ده يتوقف عليك أنت. اسمعوا الفيديو ده. الأخت هنا بتقول أنا ليّا 10 سنين أو أكتر متجوزة، أم لطفلين 11 سنة و8 سنين، ولد وبنت. أم وأب متوفيين، اللي هي أمها وأبوها يعني، وهي كان عندها 19 سنة، واخواتي مقاطعينّي ما ليش حد خالص غير الله. أول 5 سنين اتحمّلت عشان أحافظ على البيت والولاد، وما فشلش، أهله نرجسيين، مرضى، حسدوا، حقدوا، سحروا، بهدلة، بعدت عنهم تمامًا، وبقيت مركّزة أوي في البيت والتحصين والذكر، وربّيت عيالي في الأجواء دي أحسن تربية، وجه جوزي اتغيّر تمامًا وفاق وندم على حسب كلامه، يعني اتغيّر معاها وبعد كده ندم، بقى شبه أهله يعني قصدها. المهم، لكن كل صفات الشخص النرجسية موجودة في وسام، هو اسمه كده. المهم هي اللي كاتبة والله. ودايمًا يقول إني مقصّرة مهما أقدّم له، وبيتضايق من أي نجاح أحققه، لبيتي، لنفسي، لعيالي، وبينكر. هو بيشتغل لكن مكفّي البيت أكل وبس باليوم، أكتر من كده لأ، وأنا المسؤولية عليّا كاملة تمامًا، تمامًا. وبينكر ويتجاهل جهودي ومدمّرني نفسيًا أوي. وآخر ما فاض بيّا طلبت منّه لازم يبعد عني وننفصل، ويشوف سكن ليّا ونفقة، وهو بكل هدوء بيقول تمام أوفّر لِك ده، لكن دي مش أول مرّة، اتكرر كتير الاتفاق ده، وبعدين يوهمني إنه تراجع وهيتغيّر، ومجرد ما أقرّب منّه أرجع أنهار وأتأذى منّه. حيرانة ومش عارفة أوصل لحل ولا قرار، ومتأكدة من نرجسيته المدمرة، بدليل إن أنا اللي دخلت مستشفى نفسية وهو ساق سليم. فبُصّي يا ست الكل، الحل هنا باين ومعروف، بس يعني أنا أقول لِك على الطريقة اللي هي السياسية اللي لازم تعمليها بيه. أنتِ بتقولي لمّا بتوصل للآخر هو بيماين، يعني بيطاطي للريح عَبَال ما أنتِ تهدي بيرجع في كلامه. لأ، نعمل حاجة أحلى بدل ما هي انفصال وكده، طالما بتوصل للانفصال، لأ نخلّيها يا انفصال يا أنا وأنت نروح لدكتور نفساني. ده رأيي أنا الشخصي يعني. لمّا توصل المشكلة لآخرها نعمل إيه، لأ بُص إحنا يا ننفصل دلوقتي، يا أنا وأنت دلوقتي ننزل نروح لدكتور نفساني. أصلك لو أنتِ قُلتِ للراجل روح لدكتور نفساني نصيبة سودا، هو اللي هيقول لِك لأ ننفصل أحسن، تمام. هو هيقتنع أو يعني هيحس إن أنتِ اللي تعبانة وهيروح معاكِ والكلام ده كله. طبعًا الدكتور هيسمع منِّك وهيسمع منه وأنتم الاتنين في جلسة واحدة. الدكتور بقى هيحدد مين التعبان وهيحدد مين اللي محتاج علاج، وهيقعد يتكلم. لإن إلا المرض النفسي، المرض النفسي معروفة قاعدة عندهم، نُص العلاج هو اعتراف المريض بإن هو مريض، لكن لو المريض ما اعترفش إن هو مريض مش هينفع معاه علاج. ده المرضى النفسي، تمام. وأي حد عنده رأي يسيبه لأختكم في تعليق، وأي حد عنده مشكلة سيبها لي برضه في تعليق وأنا هاعمل عليها فيديو. ما تنساش لايك، شير، سبسكرايب للقناة. شكرًا.